السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي طبخاتي وحلوياتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير سهلة جدا وسريعة قوي، مناسبة جدا لجوع اخر الليل او في الفطار لو ملناش نفس نفطر فطار تقليدي بقى وحبينا نغير. برضو حلوة جدا، الكبير والصغير هيعشقوها، ولو عندك ولاد كمان يحبوها قوي، بالذات بقى لما تحط لها جبنة موتزاريلا وتلاقيها بتمط بالطريقة الجامدة دي. حلوه جدا يا جماعه، شايفين قد ايه طريه كده من جوه ومورقه، مقرمشه من بره وطريه من جوه، تقدري تخليها كمان طريه من بره ومن جوه لو غطيتيها على طول بعد التسويه. يلا بينا نسمي الله واقول لك انا عملتها ازاي. بس يا ريت ما تنسيش اللايك والشير واشتراك القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نبتدي واقول لكم الطريقه. انا هنا هبتدي بالحشوه في الاول. عندي هنا جبنه موتزاريلا، تقدري تستبدليها بجبنه رومي مبشوره او شيدر مبشوره او ميكس جبن، برضو هتبقى حلوه جدا في كل الاحوال. او حتى جبنه فته وتحطي عليها مثلا فلفل اخضر وبس، برضو هتبقى تحفه جدا. زيتون شرايح مقطعه قطع صغيره، فلفل اخضر مقطعه قطع صغيره، ممكن تحطي فلفل الوان معاهم برضو هتبقى حلوه قوي. هنا قطع من البسطرمه متقطعه برضو صغيره، تقدري تحطي بقى بدل البسطرمه سوسيس، تقدري تحطي قطع من الفراخ، قطع لانشون، سلامي. لو عندك لحمه مبقيه في التلاجة تقدري تقطعيها وتحطيها معاهم برضو هتبقى حلوه جدا. وهنقلبهم بقى مع بعض، وكده تبقى الحشوه جاهزه وفي ثواني. عايزه اقول لكم ان الفطاير دي معموله من الجلاش، مش هتاخد ثواني في تحضيرها وفي ثواني برضو في التسويه. عندي هنا بقى هنعمل خليط التسقية او خليط الدهن، عبارة عن نص كوباية من السمنة على الزيت، او نص كوباية من السمنة او نص كوباية من الزيت زي ما تحبي. علبة صغيرة من الزبادي، بس انا كانت متاحة عندي علبة كبيرة فخدت نصها. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وده اللي هيديني بقى التوريقة والطراوة بتاعة الفطير يا جماعة، يخلي الجلاش طري ومورق زي الفطير بالظبط. هبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض لغايه ما الخليط يبقى كريمي قوي، هتلاقوه بصوا تقل شويه وعامل زي الكريمه كده. هنا بقى دي لفه جلاش حوالي نص كيلو، هجيبها زي ما هي هفردها كده قدامي. هبتدي بقى ان انا ادهن اول ورقه، هدهن نصها واتاكد ان النص ده اتدهن كويس جدا. مهم يا جماعه نتاكد ان نص الجلاش اتدهن كويس قوي، النص بتاع الورقه يعني احنا بندهنه نتاكد ان هو اتدهن كويس جدا. هنجيب بقى النص اللي احنا ما دهناهوش، هنتنيه كده على النص اللي احنا دهناه، وهنحطها قدامنا بشكل طولي، وهندهنها برضو بخليط الدهن اللي احنا عملناه. اتمنى منكم ان انتوا تحطوا اللايك لو لسه ما حطيتوهوش، لو شايفين ان الفيديو مفيد وعجبكم. تمام كده يا جماعه، دهنت برضو النص بتاع الورقه اللي انا تنيته. احط بقى عليه الحشوه، وما تزوديش قوي في الحشو عشان ما يتفتحش الجلاش منك من الجوانب، او تلاقي الحشوه طلعت منه اثناء التسويه. هنتني بقى الجناب على بعضها كده، هنقفلها على الحشوه. سهله جدا جدا يا جماعه، والله ما فيش اسهل من كده. تمام، دهنا بقى الجوانب، هنبتدي بقى ان احنا نقفلها كده على بعضها بشكل بقى مربع زي الظرف كده. مهمه جدا انك تقفليها عشان تدينا التوريقه من جوه، القفلات اللي احنا بنقفلها على بعض دي اللي بتدينا التوريقه من جوه. تمام كده، انا عملت كل الكميه بنفس الطريقه، عمل لي ما شاء الله حوالي 12 قطعه تكفي اسره مثلا من 6 افراد، لو كل واحد خد قطعتين بيشبعوا جدا يا جماعه. هنا بقى عشان نسوي هنجيب طاسه على النار، هنحط فيها معلقه من السمنه، معلقه واحده بس. واول ما تسخن هننزل بقى بالفطاير اللي احنا عملناها على الجزء اللي احنا كنا قافلينه في الاخر. تمام، عشان يتقفل معايا ولما نيجي نقلبه ما تتفتحش الفطيره والحشوه تقع منها. النار هنا يا جماعه وسط، مش عاليه ومش واطيه. لو عاليه قوي هتتحمر معايا بسرعه وتبقى نايم من جوه، ولو النار واطيه قوي هتلاقيها شربت سمنه كتير.
هناخد بالنا بقى لان احنا حاطين عدد كبير في الطاسه، فهناخد بالنا لو حط عدد كبير زي كده كل واحده كده تشوفيها، لان هي ما بتاخدش ثواني، يعني يا دوب دقيقه على كل جنب. فهتبصي كل شويه على كل واحده تقلبيها، واللي اتحمرت فيهم هتقلبيها على طول. شايفين يا جماعه اللون حلو جدا جدا. وزي ما قلت لكم انت مش مقيده بحشوه معينه، تقدري تحشي باي حشوه عندك. ممكن جبنه فته وفلفل اخضر، ممكن تحشيها جبنه كريمي، ممكن تحشيها جبنه قديمه، ممكن تحشيها زي ما احنا عاملين كده جبنه موتزاريلا وزيتون. احشي بالحشوه اللي تعجبك او الموجوده عندك في البيت. يعني لو عندك جلاش وعندك اي نوع جبنه تقدري تحشي بيها، يبقى حلوه جدا. شايفين يا جماعه كل واحده كانت بتتحمر من على جنب، كنت بقلب على الجنب التاني، واللي كان بيتحمر كنت بطلعه على طول. طبعا لو حباها مقرمشه من بره وطريه من جوه هتطلعيها على طول وهتسيبيها زي ما هي كده مكشوفه. لو حباها طريه من بره ومن جوه، اول ما تطلعيها من على النار على طول هتغطيها، هتلاقيها طريه جدا زي الفطير بتاع بره بالظبط. بالراحه بقى وانت بتقلبيها عشان ما تتفتحش معاكي. احنا ضغطنا عليها، بس برضو نخلي بالنا نقلب من الناحيه اللي مش مفتوحه. شايفين يا جماعه كده خلاص انا سويتهم على مرحلتين. المرحلتين ما خدوش وقت معايا تماما، يعني حوالي مثلا في 5 أو 7 دقايق كانوا مستويين كلهم. وده شكلها النهائي بعد ما استوت وقدمتها كده في الاطباق، شكلها حلو جدا جدا. وزي ما قلت لك لو عايزاها مقرمشه هتسيبيها مكشوفه، لو عايزاها طريه تقدري انك تغطيها اول ما تطلع، هتطرى معاكي جدا وهتبقى زي الفطير بالظبط. عشان تبقى سخنه جدا مش عارفه اقطعها لكم بصراحه، بس هي حلوه جدا. وبصوا مورقه ازاي يا جماعه من جوه، بجد تحفه تحفه تحفه. اتمنى منكم ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى منكم تسيبوا لي كومنت حلو بذكر الله وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلبكم. واتمنى منكم ان انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.